السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي شاف هند كشاني. كنرحب بالناس اللي انضمت للقناة، وكنشكر بزاف الناس اللي كانت معايا منذ بداية القناة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الدجاج الطوسي مدغمر، يعني محمر بالدغميره، اللي كيجي يعني تقريبا بحالو بحال البلدي، ما كتفرقيش بينه وبين البلدي. يعني الطريقه ديال الطياب ديالو مخالفه تقريبا على الرومي. وغنحضر معكم ان شاء الله السفه بطريقه سهله للناس اللي كيوجدوا صعوبات في تحضير السفه، يعني الشعريه ماشي السفه ديال السميده. ف يعني باش تنجح معكم ان شاء الله من الديبار، يعني بالنسبه للمبتدئات وكيخافوا بزاف بزاف من السفه ديال الشعريه، يعني كيخافوها تعجل ليهم ما تصدقش ليهم. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا جميع النصائح اللي نقدر نقدمها لكم وتفيدكم ان شاء الله. وكذلك جميع النصائح اللي تقدر تفيدكم في الطياب ديال الدجاج الطوسي، باش يجيكم بحالو بحال الدجاج البلدي، يجيكم بحال هكا كفتي ولذيذ في المذاق وداخله الشرموله حتى لداخل. هو بطبيعه الحال كنعرفوا انه ماشي الطياب ديالو ماشي تقريبا بحال الرومي في ساعه كيطيب، والرومي كيكون شويه ملحم. هذا تقريبا راه كيجي بحالو بحال البلدي. ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير. فهنا ان شاء الله غنخدم معكم كميه قليله ديال الدجاج. هنا خديت جوج ديال الدجاجات طوسيات، يعني كتاخذوا الطوسي اللي كيكون فيه الريش كامل، يعني كنقولوا مكسي من الكروازي، كيكون شويه منتوف، يعني ما كيكونش فيه الريش، كيكون شويه منزوع عليه. هنا القشيوشات ديال الكروازي بطبيعه الحال هنا عندي جوج، وانا خصني نخضر بالقشاوش ديال الدجاج، فاستعنت بالقشيوشات ديال الدجاج الرومي. بطبيعه الحال راه كيتباعوا عند المحل بيع ديال الدجاج، ولا تقدروا هكا تكونوا تجمعوهم هكا. ملي تكونوا تنقيو الدجاج ديالكم الرومي تكونوا تجمعوهم، بحال انا عندي هكا في الكونجيلاتور غنستخدمهم. بالنسبه للعطريه خديت جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، خديت معلقه ديال الخرقوم عرق، وخديت تقريبا معلقه ديال السكينجبير، تقريبا واحد راس معلقه ديال الابزار، وكناخذ واحد راس معلقه ديال الهريسه كتجي لذيذه. ناخذ واحد نصف ملعقه تقريبا كبيره ديال السمن، واحد جوج ضويمات ديال الزعفران، ولا تعوضوه بالزعفران حر الا كان عندكم، كتعوضوه بالزعفران حر بطبيعه الحال. وواحد معلقه صغيره ديال بسيبيسه وقلقله، اولا العطريه ديال الدجاج. بطبيعه الحال كنشرمل الدجاج ديالي مزيان مزيان. الا كنتو تقدروا تحتفظوا به ليله كامله من الافضل. كنتو زربانين بطبيعه الحال على الاقل نوضوا في الصباح بكري، كنتو غتدفعوا الغدا، نوضوا في الصباح بكري وشرملوه وخليوه على جنب واحد الساعه ولا ساعتين عاد باش طيبوه. هنا الدجاج الطوسي بطبيعه الحال انا غنديرو في طنجره الضغط. علاش؟ لان عندي الوقت ضيق باش نديرو في الطياب. الا كنتو باغيين طيبوه في الكاميله فخصو الوقت الكافي للطياب، يعني ماشي بحال الرومي في ساعه كيطيب، فهو خصو واحد الوقت كافي للطياب. هنا من بعد ما شرمت الدجاج ديالي وضعته فوق النار بطبيعه الحال، وضعت واحد الكاس ديال الماء، وبقيت كنقلب في هذاك الدجاج حتى كياخذ اللون. ما وضعتش الزيت في الديبار، يعني بقيت حتى كياخذ ليا اللون، وانا كنتقبو بواحد الفرشيط باش كيخرج داك الماء اللي لداخل ديالو. بطبيعه الحال بالنسبه للقشيوشات ديال الدجاج الكروازي راه غنديرهم يطيبوا معاه في المره الاولى. وحتى البصله هنا خديت كيلو ديال البصله بطبيعه الحال. من بعد يعني ما خدا ليا الدجاج اللون، خديت واحد كيلو ديال البصله اللي قطعتها طريفات صغار، واحد تقريبا واحد نص ما واصلاش حتى النص، يعني تقريبا شي ربع كاس ديال العنبه ديال زويته. وبطبيعه الحال غادا نسد عليه. هنا وضعت البصله في الديبار، علاش؟ لانني بغيت غير نستغل الوقت، يعني تقدري تخرجي الدجاج عاد باش توضعي البصله وديري الدغميره ديالك. بالنسبه كما قلت لكم السفه، كناخذ السفه الكميه اللي بغيتو، كنوضع لها تقريبا واحد قطيرات ديال زويته بحال هكا، يعني كنحاول نلبسها كامله الزيت، وكنوضعها مباشره في الكسكاس. وانا وضعت البرمه وضعت فيها واحد الكميه ديال الماء والملح، وخليتها تسخن، يعني كيطلعها البخار. ديك الساعه عاد باش كنضيف الكسكاس لهذيك البرمه، وكنخليها تقريبا تفور واحد نصف ساعه، يعني كتفور مزيان الفوره الاولى. الزبيب اللي غنزين به السفه ديالي، هنايا وضعت واحد الكميه ديال الزبيب بطبيعه الحال يتسلق مع شويه ديال مليحه، وغنخليه يتسلق عاد باش نعسلو. هنا من بعد ما دخل الطياب في الدجاج، ها نتوما ملي كندخل فيه الفرشيط راه في ساعه كتدخل، يعني دخل الطياب وكي شفتوا راه البصله هبطات. هنا غنقدر نضيف القشيوشات ديال الدجاج بطبيعه الحال الرومي. بالنسبه للقشيوشات ديال الدجاج الرومي، هنا راه الكبده خديتها ابار، يعني سلقتها بوحدها، وغنوضع بطبيعه الحال غير الكناصي
والعناق هنا. يعني كيبقاو هما الاخرين. والكبده بطبيعه الحال ها هي راه مسلوقه مع مليحه وشويه د الحامض. غادي نخليها حتى نزول الدجاج، ونبغي ندغمر البصله ديالي عاد باش كنضيفها، باش كتبقى هكا شاده في راسها. والقشيوشات بطبيعه الحال هانتوما راني ضفتهم. شوفوا اللوين كيف جا. يعني كيف ما قلت لكم تقدروا ديروه في طنجره الضغط غير اللي ربح الوقت، كما تقدروا ديروه في الجميله. غير هو كنأكد الجميله راه كيحتاج واحد الوقت مضاعف مضاعف على الدجاج الرومي. الناس اللي كتخدم بالدجاج الرومي، هاد الدجاج الطوسي راه ما كيتحل ما حتى شي حاجه، راه لاحظتوا اني ما ربطتش ليه حتى الرجلين ديالو. يعني ما تخافوش منه نهائيا في الطياب. بالنسبه للسفه، من بعد ما فارت يعني طابت مزيان واحد تقريبا اكثر من نص ساعه، هنا خليتها فارت مزيان. غادي نزولها من الكسكاس ها نتوما كتشوفوا وهي سخونه. غادي نغطيها بالماء، بحال غادي نعاود نغسلها في الماء. هنا ها نتوما شفتوا درت الكاسرونه الاولى، درت الكاسرونه الثانيه، وكنبدا نضيف الماء حتى كنغطيها يعني تماما، وكنوزعها على هذاك الماء. هنا الماء خديته انا بارد، كاين اللي كيدير الماء سخون. انا غنوريكم الطريقه باش كنخدم السفه باش ما تعجنش ليكم وباش تنجح ليكم 100%. يعني من الديبار. ودائما اهم حاجه كنأكد عليها، ملي تبغيو تجربوا الحاجه جربوا بكميه قليله حتى كتنجح معكم، وكتبداو تزيدوا الكميه. ها نتوما شوفوا بحال كنغسل السفه ديالي وانا كنحلها، يعني كنحاول نحلها وانا كنغسل فيها وسط داك الماء اللي كيكون كثير في القصريه. ومن بعد غناخذ السفه يعني بشويه بشويه وغنرجعها للكسكاس باش كنصفيها. ها نتوما يعني كنحاول نصفيها كامله، يعني وكنوضع الكسكاس، يعني هذيك الماء اللي بقى في القصريه راه كنعاود نخويه على الكسكاس ثاني يعني مباشره، وعاد باش كنخليها تصفى مزيان من ديك الماء اللي يعني وضعتها فيها. عاد باش كنعاود نرجعها مازال القصريه. ملي كنعاود نرجعها القصريه هنا راه كتجيني ساهله في الحلان ديالها، يعني كتحل بكل سهوله. في هذه الفتره يعني في هذه المرحله تقدروا تلبسوا الزيت، يعني خفتوها يعني تعجل لكم بانت لكم الصفه. يعني الصفه راه كتختلف من من محل لمحل، ولكن نتوما حاولوا تاخذوا واحد الصفه اللي هي نوعيه جيده. هنا انا ما احتاجيتش نهائيا نلبسها الزيت. المهم كيف ما قلت لكم الا خفتوا عاودوا لبسوها الزيت وعاودوا ردوها للكسكاس وخليوها ثاني تفور مزيان مزيان، يعني يطلع الفار وتفور مزيان. هنا بالنسبه للزبيب ملي نشف من الماء ديالو ضفت ليه القريفه، الماء زهر، بطبيعه الحال السكر السنيده ولا العسل وشويه الزيت، وخليته يتعسل على خاطره. ها هو الدجاج هنا زولته. الا بغيتوا الطريقه باش تقلبوا الدجاج قلبوه من هذه البلاصه هذه من العنق ديالو. فوا كيدخل لكم اليد ديالكم عرفوا الدجاج ديالكم راه طاب زبده، يعني ما كتفرقيش بينه وبين الدجاج البلدي. هنا غنبدا نوجد التغميره ديالي في اخر مرحله. كنوضع بطبيعه الحال الكبده. هنا راه ما كثرتش الزيت، علاش؟ لان الدجاج الطوسي راه كيطلق ليدام بزاف، يعني نحاول ما امكن نقلل ليدام. هنا ملي فارت ليا تقريبا السفه، يعني هذه هي درنا الفوره الاولى والفوره الثانيه، هذه هي المره الثالثه اللي غتفور فيها. هنا ملي كنحط السفه ديالي في القصريه كنبدا نحلها بحال هكا بالاستعانه بالقليل من الماء، يعني كنبقى نرش بالماء وانا كنحل فيها، يعني حتى كنحس بها تحلات كامله. وما تخافوش لا كان الماء زايد راه كيبقى لتحت بطبيعه الحال وغادي نصفيه في الكسكاس. المهم هو ان السفه تحلينا بكل سهوله. في هذه الفتره هذه كنوضع مليحه بطبيعه الحال باش كتجينا السفه ديالنا لذيذه. ها نتوما شوفوا كيفاش يعني الطريقه واضحه وكتشوفوا السفه راها تحلات مزيان، ما تعجنت ما حتى شي حاجه. وكنخدم كيف ما قلت لكم غير بالماء بارد، ما كنديرش نهائيا الماء سخون. وكل الطريقه ديالو، كاين اللي كيرتاح في الماء سخون راه كيديروا. المهم هنايا من بعد ما ضفت قليل من الملح بطبيعه الحال كنبقى مستمره كنحرك في هذيك السفه وكنخليها واحد المده حتى كتشرب هذاك الماء اللي رشيت فيها كامل. كتحسوا به صافي داك الماء اللي ضفتو كله شرباتو. وعاد باش كنردوها ثاني للكسكاس تفور، يعني كنردوها تفور للمره بطبيعه الحال الثالثه. هنا من بعد ما فارت ليا المره الثالثه كنحاول نحلها. ها نتوما شوفوا كتحل بكل سهوله. كنوضع عليها واحد الكميه ديال سنيده سكر سنيده، وكنوضع عليها واحد الكميه ديال الزبده. علاش ضفت الزبده في هذه المرحله الاخرى، يعني هذه الفوره الاخرى اللي غنقدم بها السفه، باش ما تجينيش السفه ديالي ميدمه وتقهم.
هنا بحال هكا اي يعني دهون زايده كتهبط من الكسكاس. اي دهون زايده كتهبط من الكسكاس، وكتجيني السفه ديالي فيها الزبده ولكن واحد الكميه مناسبه وما كتقهمش. قد ما كلتي منها قد ما يعني ما كتضرك ما كتقهمك. ها نتوما شوفوا وزعت الزبده بطبيعه الحال. الزبده تكون نوعيه جيده وسنيده. السكر السنيد اللي كيبقى حسب الذوق، يعني الناس اللي كتبغي الحلاوه راه غدير القياس ديالها، والناس اللي كتبغي شويه المسوس راه غدير طبيعه الحال القياس ديالها. هنا كنحاول نحرك السفه ديالي بالاستعانه غير بواحد الفورشيطه هكا ولا الراس ديال السكين، باش ما تقطعش ليكم هذوك الشعيرات ديال السفه ديالكم. كتبقى هكاك ما يجيكمش داكشي مقطع. يعني كتحاولوا ما امكن تكايسوا عليها. وكنبقى هكا نقلب فيها حتى كتذوب ديك الزبيده كامله مع ديك السنيده، وغنردها للكسكاس اللي غتفور الفوره الاخيره اللي غنقدم عليها السفه ديالي. يعني ما غنحتاجش ندير ليها لا سكر كلاصي في الاخر، لا لا زبده. يعني كلشي درتهم في هذه المرحله. طبيعه الحال كنحطها يعني ملي غتوجد ان شاء الله راه غنحطها مباشره في التبصيل ديال التقديم. طبيعه الحال هنا غنوضعها في الكسكاس، راك شفتوني كنوضعها في الكسكاس باش تفور الفوره الاخيره بطبيعه الحال. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد النصائح اللي كنعطيكم ان شاء الله، وغتجربوها وغتردوا عليا الخبار. يعني راها سهله وناجحه من الديبار. صافي ها هي فارت، يعني طلع فيها الفار، ما غنخليهاش بزاف انفو يطلع فيها الفار. ها نتوما شوفوا غادي نفكها شويه بواحد الفورشيط كما كتشوفوا. صافي وغنقدمها بطبيعه الحال، غنديرها في الطبسيل اللي غنقدمها فيه. التقديم راه كيبقى اختياري، كل واحد كيف بغى يقدمها. كاين اللي يبغى يقدمها بريستيج، انا هنا قدمتها بواحد الطريقه اللي عاديه بلديه في متناول الجميع، اي واحد يقدر يقدمها فيها. دائما كنقول لكم الحاجه جربوا كميه قليله. شي غير نص كيلو ديال هاد السفه ديال الشعريه راه كتعطي واحد الكونتيتي تبارك الله اللي كثيره. هنا تقريبا راه تقريبا وضعت انا غير شي 500 غرام ديال السفه. ها نتوما شوفوا كيفاش يعني محلوله، يعني ما معجنه ما حتى شي حاجه، وحتى ليدام ما كتجيش ميدمه بالزبده، ما كتجيش فيها الزبده كثيره. هنا زينت بالقرفه، وضعت الكاس في واحد يعني خديت القرفه درتها في واحد الطبيصيل وكنحط فيها هذاك الكاس، وكنعاود نحطها في السفه بطبيعه الحال حتى كترسم ليا هذيك الدائره اللي غنوضع في الوسط ديالها بطبيعه الحال اللوز. يعني التزيين راه واضح قدامكم، يعني كل شيء راه باين. هنا الزبيب اللي عسلته بطبيعه الحال، الزبيب راه خليته حتى تعسل، بدا كيتقلب ديك الزويته اللي ضفت ليه يعني، وتعسل مزيان. يعني وضفتو كذلك. يعني انا الناس اللي كتبغي توضع الزبيب وسط السفه بطبيعه الحال تقدر توضعو ملي تكون تفور في السفه ديالي، يعني الفوره الاخيره تقدر توضع الزبيب بعد ما ترطبو. انا كنفضل هكا نعسلو ونحطو. الناس حيت كاين اللي ما كيبغيش ياكل الزبيب وسط السفه كنحطو ابار هكا. الناس اللي كتبغي تاخذوا ديك الساعه راه تاخذوا، اللي ما بغاش تاخذوا راه كتخليه. هنا زينت باللوز بطبيعه الحال، وغنحط السكر كلاصي يعني تزيين بسيط عادي، حطه بلديه. والدجاج ها نتوما كيف شفتوا جات الدغميره ديالو واقفه وجا رائع، وما تفرقيش بينه وبين البلدي. يعني كاين بعض التخيطور الله يهديهم اللي كيديروا هاد الدجاج يعني كيحسبوا بثمن البلدي. والصراحه كيجي لذيذ وسيرتو لا شرب القامه ديالو، يعني شرب الشرموله ديالو، يعني كيجي رائع. ما تميزيش بينه وبين الدجاج البلدي، غير هو ما كيكونش فيه ملحم كثير. يعني الا كانوا الضياف كثر بطبيعه الحال خصك تزيدي الكونتيتي ديال الدجاج. كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله واستفدتوا منها، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله تعالى.